السلام عليكم اخواتي امهاتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كدوزوا الاوقات ديالكم على خير وبخير ان شاء الله يا ربي، وما يكون ناقصكم حتى شي خير. هادشي اللي كنتمنى ليكم. كنتمنى يلقاكم الفيديو ديالي بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نوجد معاكم طريقتي في تحضير سلو من البدايه حتى النهايه. الصراحه كيجي واحد السلو زوين بزاف، والاهم مقوم بنين. شوفوا معايا كيفاش كيجي البنات القوام ديالو. صراحة كيجي رائع تبارك الله ما شاء الله. هانتوما شوفوا معايا، صراحة كيجي زوين بزاف، كيجي كروستيون مقرمش. يعني ملي كتكونوا كتاكلوا كتحسوا بداك القرمشه ديال القوام، يعني ما مطحونش بزاف. كتحسوا بداك المذاق اللي فيه. الصراحه رائع، كيجيو مقوم بزاف. غير سمحوا لي على الصوت ديالي، الصراحه راه ضاربني البرد، راني مروحه شويه، ولكن قلت ضروري نصور معكم هذا الفيديو هذا. تبعوا معايا حتى الاخير الفيديو. شكرا لكم بزاف. هلا احتاجيت كيلو ديال الكاوكاو بلدي. الصراحه الصغير هذا الصراحه كيجي زوين بزاف وكيكون بنين على كاوكاو الاخر. صافي من بعد حمرته، خليته حتى برد تماما، وبديت كنقشرو هكا وعاد كنحيدلو القشر. بالنسبه اللي عنده الحساسيه من الكاوكاو يقدر يستغنى عليه، يقدر يعوض كاوكاو باللوز، يزيد يضوب المقادير ديال الكاوكاو. ولكن بصراحه كاوكاو كيعطي واحد الاضافه زوينه بزاف للسلو. وبالنسبه للناس اللي كيديروا الزرارع بزاف، مثلا بحال الإيلان ولا الصوجا ولا زرعة الكتان في السلو، الصراحه هادي ما كايناش بعدا نهائيا. هاد الزرارع هادو كيداروا في الزميطه، هذيك بوحديتها. اما السلو كيكون معروف بكاوكاو ولا اللوز والزنجلان. مهم كنتمنى تكون الفكره واضحه. غير جربوا هاد الطريقه هذه كيف ما موضح عندكم هكا في الفيديو، بنفس الطريقه اللي استعملت. الصراحه غادي يجيكم سلو رائع، وغادي يحمقوا عليه هكا في العائله ديالكم. وهنايا خديت كيلو ونص ديال الزنجلان بطبيعه الحال اللي غسلته ونشفته هكا في السطح، وخليته حتى نشف مزيان. خليته هكا العشيه كامله حيت كانت عندنا شويه ديال الحراره، في العشيه كتكون شويه ديال الحراره. وخليته ومن بعد عاد نقيته، حيت منه اصلا ملي كتغسليه كتنقصي عليك 70% ديال التنقيه. صافي. وهنايا خديت كيلو ديال اللوز اللي بطبيعه الحال فسختو وقليته هكا في الزيت. من الاحسن الزيت تكون بارده وانتم كتقليو فيه حتى كيتحمر كياخذ لون واحد. صافي. هنايا طحنت الزنجلان، غير كنهرمشو، يعني ما كنلينوش مزيان، كيبقى هكاك باين صايم، يعني ما كيكونش مليين مزيان. ونص كيلو الاخر خليته هكاك كيف ما كتشوفوا، كيف ما موضح عندكم في الفيديو. الصراحه منين ما كطحنيش المكونات كلهم كتحسي بواحد المذاق زوين بزاف، كتحسي بكاع المذاقات. وهنايا بنفس الشيء درت الكاوكاو حتى هو، يعني ما طحنتوش مزيان، خليته هكا باين كيف ما كتشوفوا معايا. وحتى اللوز نفس الطريقه. بطبيعه الحال درت واحد النيدل هكا حتى نشفتو من داك الزيت اللي كيبقى فيه. هانتوما شوفوا معايا كيكون ناشف، حتى هو ما طحنتوش مزيان، خليته هكا زعما باين صحيح. وهنايا خديت 3 المعالق كبار ديال القرفه حتى هي كتعطي واحد الاضافه زوينه بزاف للسلو. وهنايا عندي 3 المعالق من النافع و3 المعالق من حبه حلاوه. بطبيعه الحال منقي وطحنته مزيان وغربلته باش ما كيبقالناش دوك الحبيبات كيتغزو هكا في الفم. وعندي هنايا كوزه صغيره غير صغيره حكيتها، ولكن ما تكتروش منها بزاف. و... والمسكه الحره اللي دقيتها مع سنيده. وهنا عندي رابعه ديال السكر كلاصي. بطبيعه الحال غربلوه باش ما يبقالكمش دوك الكويرات ويعذبوكم هكا من تكونوا كتخلطوا من الاحسن. وبالنسبه اللي كيديروا العسل انا ما ننصحكمش فيه هكا في سلو، حيتاش كينشف مع المده، كينشف ما كيبقاش هكاك زوين، يعني محافظ على القوام ديالو. كينشف ما كيبقاش زوين. انا في نظري استغناو على العسل. وحتى الزيت البلديه حتى هي ما كتجيش نهائيا مع سلو، كيجي ثقيل وكيجي مجهد. وبالنسبه بغيت نوضح لكم واحد النقطه، علاش كنديروا المسكه الحره
غير باش كتكونسيرفي لنا هكا السلو ديالنا، كنحافظوا على السلو ديالنا حتى الا بغيتو تخليوه واحد المده اللي طويله بزاف، يعني كتخليوه الا بغى يبقى صالح لكم حتى العام، يعني ما تخافوش منه، ما غادي يخسر لكم حتى شي حاجه. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان، وخا الصراحه الصوت ديالي كنحس به غادي يزعجكم هكا في الفيديو، ولكن كنتمنى تقبلوا عليا. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نبدا كنخلط النواشف مزيان كلها مع بعضياتها. وهنا غادي نزيد واحد القريصه، غير شويه ديال المليحه، غير هكا لتعديل الذوق وصافي. راكم عارفين والدينا يعني اي حاجه كيزيدوا فيها شويه ديال المليحه. وكيف ما كتشوفوا معايا هنايا كيف ما لاحظتوا، يعني ما طحنتش مزيان كاوكا ولا اللوز. الصراحه ما كتعجبنيش انا ديك الطريقه، ملي كتجي تاكلي هكا اللوز كتحسي بيه بحال معجن في الفم، يعني ما كيكونش بحال مرمل. صافي هنايا خديت الزيت سخنتو، ضروري خصكم تسخنوا الزيت مزيان حتى الغليان. ودوبت معاه ربعه ديال الزبده سبيسيال، ضروري خصها تكون زبده من نوعيه جيده، زبده سبيسيال ديال سونطرال. صافي دوبتها مع الزيت، وكنبدا كنزيد تدريجيا شويه بشويه، يعني تخليوه حتى يدفى شويه، عاد تبداو تخلطوا السلو ديالكم باش راكم عارفين ما تحرقوش يديكم. مهم ضروري خصكم تسخنوا الزيت باش هكا ما يضركمش هكا في المعده ديالكم، ويجيكم هكا زعما شي حاجه اللي زوينه صحي. صافي هنايا كنبدا كنزيد شويه بشويه وانا كنخلط، يعني ضروري خصكم الجهد ضروري للتخلاط. ضروري للتخلاط. الا كانت عندكم مثلا هكا العجانه تقدروا ديروها في العجانه وتخليوها كتدلك، يعني الصراحه العجانه كتساعد في هادشي هذا، تقدروا تستعملوها. والا ما كانتش عندكم بحالي هكا صافي غير بيديكم كل شويه بتبداو تعجنوا فيه، يعني ضروري خصو يدلك باش دوك الزرارع اللي درت، الزنجلان اللوز كاوكاو يتخلطوا لنا مع بعضياتهم ويعطيونا ويخرجوا لنا دوك الزيوت ديالهم، وباش كنتحصلوا على واحد القوام اللي كيكون زوين. الا وصلتوا لهنا ما تنسوش خليو لي واحد لايك وكومونتير هكا باش يفرحني. وكنبغي نشكركم بزاف بزاف لهلا يخطيكم، بلا بكم راه حنا ما كنسوو حتى شي حاجه، نتوما اللي كتطلعوا لنا القناه ولهلا يخطيكم. وكنبغي نشكركم بزاف بزاف. صافي هنايا كل شويه صراحه كنرتاح كنولي هكا نعجن، يعني ضروري خص التدليك، يعني كل شويه كنبدا كندلك فيه هكا، كنرتاح وكنولي عاوتاني ندلكو مزيان. هانتوما شوفوا القوام، كتبقاو ديروا له هكا كويره. ملي كنوصلوا لهاد النتيجه هذه صافي كنحبسوا. وهنا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. الصراحه كيجي زوين بزاف هاد السلو، وكنتمنى لكم الصحه والعافيه، وشكرا لكم.